الحكاية كرة السلة وأفضل هداف في التاريخ كريم عبد الجبار. أهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم. البرنامج ببساطة بيتكلم عن عادات صحية ورياضية أو غذائية خاطئة، ده بخلاف أخبار وإشاعات رياضية. دورنا إننا نصحح كل المفاهيم دي خلال شهر رمضان الكريم. ضيف الحلقة الكابتن ياسمين عزت. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. في معلومة بتقول ان كريم عبد الجبار لاعب كرة السلة العالمي هو الهداف التاريخي لكرة السلة. المعلومة دي مش صح. اول حاجة هنبتدي بمين كريم عبد الجبار. كريم عبد الجبار كان لعيب كرة سلة عالمي في الدوري الامريكي للمحترفين، ولعب في فريق لوس أنجلوس ليكرز للدوري المحترفين. كريم عبد الجبار ده اسمه بعد لما أشهر إسلامه. وكمان كريم عبد الجبار فضل يلعب كرة سلة لمدة 20 سنة، وفي خلال الوقت ده أخد هداف الدوري أكتر من 6 مرات. في ناس كتير فاكرة علشان كريم عبد الجبار فضل يلعب لحد سن 42 سنة إنه هو الهداف التاريخي لكرة السلة، لكن المعلومة دي مش صح. في الحقيقة إنه ليبرون جيمس اللي هو بيلعب في LA ليكرز دلوقتي، وهو اللعيب الوحيد اللي لعب مع 3 فرق وكسب كل البطولات مع 3 فرق لحد ما استقر في LA ليكرز، هو الهداف التاريخي لكرة السلة، وحقق 38,390 نقطة في خلال 1410 مباراة تفوق فيها على كريم عبد الجبار اللي حقق 38,387 نقطة في 1560 مباراة. وبس كده، وكل سنة وانتم طيبين.